بعيد الشر عنك يا خير يا ابو عيال. ما قدرش اتحمل النار اللي مولعه في جلدي، والعلاج اللي كتبولي الدكتور الاخراني خلص بقاله شهر وبرضه ما فيش فايدة، وخلاص مش هروح لدكاترة تاني لاني لا خفيت ولا الألم روح. ما تيأسي من رحمة ربنا يا خير. يا رب، انا بصلي وبدعي ربنا وبتشفع بأولياء الله الصالحين انه يشفيني ويخفف ألامي. خلاص ما قدرش. طيب ولازمة السيجارة اللي في بقك دي ايه؟ يا ريت يا خير الله يا جوزي تبطل الدخان، يمكن هو سبب مرضك. السيجارة دي هي تسليتي. تعرف النهاردة الصبح شفت مع صاحبي بسطة صورة ولي من أولياء إخواتنا الأقباط، قديس بيقولوا اسمه الأنبا برقام، كان كبير الأقباط في الفيوم وربنا افتكره من كام سنة. وعرفت من بسطة إن القديس ده بيعمل معجزات شفا كتير. شلاه يا أنبا برقام، شلاه يا كبير النصارى، شلاه يا سيد، شلاه يا سيد أنبا برقام، شلاه. ربنا يشفيك. قوم ننام يا خير الله وربنا يشفيك. أخلص السيجارة وأحصرك. بتقول حلم؟ ايوه حلمت خير، اللهم اجعله خير. واحد لابس ابيض فابيض، راجل عجوز بدقن بيضة طويلة، جاني وماسك في يده ورقة بيضة مسح بيها وشي، وبعد كده حسيت بيده بتلمس ظهري. عشان كده صحيت مفزوع من نومك وبتسألني حد منكم حط ايده على ظهري؟ قلت لك لا ابدا، ده لازم حلم. صح، جاني في الحلم وملس على ظهري مكان الألم. ايوه افتكرت ايه؟ هو نفس الولي اللي شفت صورته مع صاحب بسطة. قصدك كبير الأقباط الأنبا برام؟ ايوه تمام، هو نفس الشكل ونفس الوش الطيب والعينين المنورين اللي شفت جواهم البركة ونور الله السماوي. جاني دلوقتي في الحلم وهو ماسك الورقة البيضة اللي مسح فيها وشي وقال لي: سلام يا أخ خير، ما تخافش، ربنا كاتب لك كل خير، واحنا كلنا اخوات مصريين دمنا واحد، ورب المجد هيشفيك. والورقة البيضة اللي في ايدي دي مكتوب فيها شفاك من كل ألم. أنا بمسح بيها وجهك، بلمس بإيديا مكان الحرارة اللي في جلد ظهرك، بلمس وجعك وألمك. واللي ما قدرش يعملوا الأطباء معاك، ربي وإلهي ومخلص نفسي هيتممه ويوهب لك الشفاء. امين يا رب العالمين. ولقيتني قمت من نومي مفزوع وصحيت مفزوعة معاك، لكن انت اتفزعت ليه يا خير الله ومن ايه؟ ده حلم جميل، حلم مبارك. ربنا يشفيك بحق بركة الراجل المبروك الأنبا برام كبير أقباط الفيوم اللي انت شفت صورته. يا رب يا رب. وصدقني يا بسطة يا اخويا، تاني يوم وبعد ما حلمت الحلم المبروك ده والآلام راحت من ظهري على طول، بعد ما بطلت اخد دواء الدكاترة اللي ما جابش اي فايدة، بعد يجي شهر من اخر معلقة دواء اخدتها، ربنا كتب لي الشفاء على الورقة البيضة اللي مسح لي بيها وشي الأنبا برقام. وبعد ايده المبروكة ما لمست مكان الألم في ظهري، الألم راح تاني يوم على طول. المجد لاسم الله،
السلام لك يا قديس الله، يا حبيبي الغلابة، يا نيافة الأنبا إبراهام. أنا عاوزك يا بسطة يا أخويا تاخدني ديره في العزب عشان أقدم من زوري. حاضر حاضر يا خير الله يا أخويا، حاضر. ودي صورة القديس الأنبا إبراهام، ولع الشمعة وحطها هنا يا خير الله يا أخويا. ودي صورة القديس الأنبا إبراهام، ولع الشمعة وحطها هنا يا خير الله يا أخويا. أنا بولع لك الشمعة يا جناب الأسقف الأنبا إبراهام بعد ما حطيت ندري لك يا قديس الأقباط، وأنا بسجد واشكر ربنا لأنه بفضل دعاك شفاني. ايه ده؟ بسم الله بسم الله. حسيت باللي أنا حسيت بيه يا بسطة يا أخويا. خير خير يا أخويا خير الله. أرض الهيكل بتتهز تحتي لما سجدت، بتتهز وتهزني لفوق وتنزل بيها تاني زي ما يكون زلزال يا أخي. ايه ده؟ شامم ريحة المسك اللي عطرت المكان. شايف البخور اللي عطر المكان كله. شامم ريحة بخور المسك. سبحان الله سبحان الله. المجد لاسم الله القدوس. السلام لك يا والدة الإله القديسة الطاهرة البتول مريم. السلام لك يا قديس الله يا أنبا إبراهام. السلام لك. هو صح، هو الأنبا إبراهام اللي شفاني، أكيد هو. أنا هحكي الحكاية لكل الناس. أني خير الله محمد حسن، بطاقة عائلية 1019 بندر الفيوم. أحكي لكم يا ناس معجزة صنعها معايا ربنا القادر ببركة شيخ النصارى القديس الوالي الأنبا إبراهام. أني خير الله محمد حسن، أني خير الله محمد حسن. قديسنا العظيم الأنبا إبراهام كان عطاؤه للجميع عطاء بلا حدود لكي يكون أمينا على الوزنة التي أعطيت له، ولذلك كان رب المجد يصنع على يديه وبصلواته معجزات كثيرة ومتنوعة لكي يتمجد دائما اسم الله القدوس. حتى العواقر يرزقن وينجبن. بعد 8 سنين هيرزقك ربنا ببراء. يا أستاذ عزيز، ده احنا بقالنا 8 سنين متجوزين. يعني احنا النهاردة أول فبراير سنة 1979 بنحتفل بعيد جوازنا الثامن، ولسه لحد دلوقتي ربنا ما أطعمناش بالخلفة. يا أستاذ رزق، ما تيأس من رحمة ربنا، لسه ما أنش الأوان، وصدقني المسيح هيديك النسل الصالح. وما خلتش، أخدت الست بتاعتي ورحنا لدكاترة أشكال وألوان، أطباء متخصصين وأساتذة واستشاريين في أمراض النساء والولادة، وعملنا أنا وزوجتي أشعاعات وفحوصات وتحاليل، والكل أجمع إن مفيش سبب يدعو لعدم الخلفة. طب إيه بس؟ ربنا مش راضي علينا ولا إيه؟ قلت لك صلي واطلب شفاعة القديسين. هو أنا خليت كل الصلوات بصليها وبحضر القداسات، وكم مرة أكتب اسمي رزق فؤاد رزق واسم زوجتي، وأطلب من أبونا الكاهن بكنيستنا بسيدي بشر إنه يحط أسامينا على المذبح، ويطلب من ربنا يرزقنا بولد أو بنت، وبرضه مفيش فايدة. اسمع يا أستاذ رزق، أنا أعرف واحد اسمه شوقي فهيم عايش في الكفور محافظة المنيا، وربنا رزقه بالخلفة بعد 15 سنة من جوازه، بعد ما صلى وتشفع بالأنبا إبراهام قديس الفيوم، وربنا رزقه ببنت سماها أميرة بعد ما قعد 15 سنة بدون خلفة. وهو نفسه حكالي عن إن في ست في ملاوي اسمها سميرة عادل كان عندها مشكلة، كل ما تحمل الجنين يسقط قبل الولادة. راحت دير القديس الأنبا إبراهام بالفيوم وطلبت من ربنا بشفاعة الأنبا إبراهام إنه يتمم ولادتها بسلام.
عشان كان نفسها في الخلفة، وفعلا ببركة شفاعة الأنبا إبراهام حملت ووضعت طفلها بسلام. وياما معجزات بتحصل ببركة القديس الأنبا إبراهام.